السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل الوحدة الأولى المفهوم الثالث التغيرات في الشبكات الغذائية، وهناخد النهاردة الدرس الثاني ان شاء الله. في الفيديو اللي فات احنا شرحنا الدرس الأول بالتفصيل وكامل، لو لسه مسمعتوش روح اسمعه وتعالى كمل الدرس الثاني عشان كله مرتبط ببعضه. يلا بقى ما نضيعش وقت ونبدأ على طول. أول حاجة هناخدها في الدرس الثاني هو نشاط 4 البحث العلمي. بيقولي نموذج انتقال الطاقة. يعني ايه نموذج؟ مطلوب منك كطالب تعمل نموذج وتوضح فيه ازاي الطاقة بتنتقل من كائن حي لكائن حي اخر. يعني اللي انت فهمته في الدرس الاولاني المفروض انك انت تعمل نموذج توضح لي فيه ازاي الطاقة بتنتقل. فالنموذج دوت هتسأل فيه اسئلة، يعني هيبقى فيه تساؤل، هيبقى فيه تحليل، هيبقى فيه استنتاج، وكل ده هنشوفه دلوقتي مع بعض. اول حاجة في النموذج هو التساؤل والتوقع. يعني ايه تساؤل وتوقع؟ تساؤل يعني هتسأل سؤال، فهتقول هنا كيف تنتقل الطاقة من كائن حي لآخر في النظام البيئي. يبقى انت هنا سألت السؤال. تعالوا بقى نشوف ازاي بقى بتنتقل. طبعا انت عارف بس انت هنا بتعمل نموذج. تاني حاجة في النموذج بقى هي النتائج والملاحظات بتاعتك. يعني ايه النتائج؟ النتائج يعني هي النتيجة النهائية اللي انت استنتجتها من النموذج. طب ويعني ايه الملاحظات؟ الملاحظات ديت يعني الحاجة اللي انت بتشوفها بعينيك، حاجة انت بتستخدمها في النشاط او النموذج بتاعك ده. زي ايه اللي انا هستخدمه في النموذج ده؟ قال لي هستخدم بطاقات صور الكائنات الحية اللي هي ديت. يعني هجيب بطاقة لكل كائن حي عليها الصورة بتاعته وعليها الاسم بتاعه زي ما موجود عندنا في الصورة كده. طب ونتيجة ده ايه؟ قال لي نتيجة دوت ان انا استنتجت انه يحدث انتقال للطاقة عبر الكائنات الحية في النظام البيئي عن طريق مين؟ التغذية، زي ما احنا متفقين واخدنا في الدرس الاولاني انه الكائنات الحية لازم تتغذى على بعضها البعض علشان الطاقة تنتقل من كائن حي لكائن حي اخر. يبقى دي هنا النتائج والملاحظات بتاعتي. طيب تالت حاجة بقى هو التحليل والاستنتاج. انا دلوقتي مطلوب مني ان انا احلل النتائج اللي انا طلعتها ديت، يعني افسرها بمعنى اصح. اول حاجة من التحليل او اللي انا استنتجته انه الشبكة الغذائية دي بتوضح لي كيفية انتقال الطاقة بين كائنات الحياة في النظام البيئي. يعني من خلال الشبكة الغذائية انا اقدر اعرف ازاي الطاقة بتنتقل من كائن حي لكائن حي اخر. تاني حاجة برضو استنتجتها انه تنقل الطاقة في النظام البيئي كما هي، يعني مش بتقل ولا بتزيد، حيث يتم إعادة تدويرها عن طريق الكائنات المحللة وإعادتها إلى النظام مرة أخرى. زي ما احنا عارفين إن الكائنات المحللة هتحلل الكائن الحي بعد موته وتعيد العناصر الغذائية اللي هي الطاقة مرة أخرى إلى مين؟ إلى التربة. ويتم إعادة الشبكة الغذائية مرة أخرى، إنه ينمو طبعا النبات وبعد كده يتغذى عليه أكلات العشب، بعد كده الأكلات المستهلكة، وتيجي طبعا تاني بعد ما يموت يقوم متغذى عليه أو محلله الكائنات المحللة. نشاط 5 الشبكة الغذائية في البيئة. طبعا احنا خلصنا نشاط 4، هنكمل بقى نشاط 5 في نفس الدرس. الشبكة الغذائية في البيئة يعني هناخد شبكة غذائية بس في بيئة معينة. هل البيئة دي بقى هتكون صحراوية ولا هتكون مائية ولا هتكون برية؟ تعالوا كده نشوف تأثير التغيرات في الشبكة الغذائية الصحراوية. احنا اخدنا في الدرس الاولاني الشبكة الغذائية المائية، اخدنا الاسماك، اخدنا الطحالب، اخدنا سمكة القرش، سمكة الفراشة. دلوقتي بقى هناخد الشبكة الغذائية في الصحراء. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض. دي كده شكل الشبكة الغذائية في الصحراء زي ما موجودة عندي. طبعا الكائنات الحية المتواجدة في الصحراء زي العشب، زي الأرنب، زي الثعلب، زي الصبار، زي النسر، زي التعبان، زي الفار. كل الكائنات ديت موجودة في الصحراء. اول حاجه توضح الشبكه الغذائيه السابقه اللي احنا لسه شايفينها العلاقات الغذائيه بين الكائنات الحيه في البيئه الصحراويه. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا لسه شايفين انه ما بين الكائنات الحيه اللي عايشه في الصحراء علاقه بتربطهم ببعض، كل كائن بيتغذى على الكائن الاخر وبيعتمد عليه، فديت هنا علاقه معتمده او تكافليه ما بينهم. وكل الكلام دوت بيحصل فين؟ في البيئه الصحراويه او في الصحراء. حاجة عند حدوث تغير في أعداد أحد الكائنات داخل الشبكة الغذائية فإن أعداد الكائنات الأخرى تتأثر بذلك. يعني إيه؟ يعني لو حصل زيادة أو نقص في أحد الكائنات في الشبكة الغذائية، الكائنات اللي معتمدة عليها أو اللي بتتغذى عليها هتتأثر طبعا بيها. الكلام دوت احنا قلناه بالتفصيل في الدرس الأولاني. خلي بالك انه الاسهم بتشير الى اتجاه انتقال الطاقة. الاسهم اللي احنا شفناها في الشبكة الغذائية الصحراوية، السهومة اللي ما بين الكائن الحي والكائن الحي الآخر، دي بتدل على اتجاه انتقال الطاقة من الكائن دوت للكائن الآخر. سؤال هنا بيقولي كيف تنتقل الطاقة من العشب إلى النسور؟ ازاي الطاقة هتنتقل من العشب إلى النسور؟ هتقولي سهلة دي يا مس،
اكيد عن طريق مين؟ التغذية. هو في غيرها؟ لازم الكائنات الحية تتغذى على كائنات حية اخرى علشان الطاقة تنتقل من الكائن الحي دوت للكائن الحي الاخر اللي بيتغذى عليه. يبقى هنا انا عندي العشب اللي هيتغذى عليه اكلات العشب زي الارنب، وبعد كده هيتغذى على الارنب اكلات او كائنات مستهلكة زي مين؟ زي النسور. يبقى هنا الاجابة بتاعتي تنتقل الطاقة من العشب الى الارنب ثم الى النسر من خلال مين؟ التغذية. سؤال تاني بيقول لي ماذا يحدث اذا تمت ازالة كل العشب من منطقة ما؟ يعني انا دلوقتي ازلت العشب كله من منطقة معينة، اهو ازلت العشب. طيب مش العشب ده لما ازيله في اكلات عشب بتتغذى على العشب ده؟ طب انا دلوقتي مفيش عشب، يبقى اكلات العشب كمان مش هتبقى موجوده. يبقى هنا الاجابه بتاعتي بالنسبه لاكلات العشب زي الارانب لن تجد ما تتغذى عليه، وبالتالي ستموت او هتهاجر لمنطقه تانية او بيئه تانية فيها ايه؟ عشب، وتتأثر الكائنات الحية داخل الشبكة الغذائية. ما هو لو مفيش أكلات عشب مش هيبقى فيه أكلات لحوم، مش هيبقى فيه كائنات مستهلكة أساسا، لأن كله مبني على الآخر، كله بيعتمد على الكائنات الأخرى علشان يتغذوا على بعض ويحصلوا على الطاقة. فلو مفيش الأولاني مش هيبقى فيه التاني، مش هيبقى فيه التالت، وهكذا، وبالتالي الشبكة الغذائية هتتأثر وهتبقى غير صحية. الإجابة بتاعت السؤال اللي احنا لسه مجاوبين عليه اهو، بالنسبة لأكلات اللحوم زي النسور في البداية لن تتأثر، ولكن بعد موت جميع أكلات العشب اللي هي زي الأرانب في المنطقة لن تجد ما تتغذى عليه، وبالتالي تبحث عن غذاء في مكان آخر وربما تموت. زي ما احنا لسه قايلين كله مترتب أو معتمد على بعضه في التغذية والحصول على الطاقة. ننتج مما سبق ايه بقى؟ ايه اللي احنا هنستنتجه من الاجابات اللي احنا لسه قايلينها؟ انه الحيوانات تعتمد على النباتات في غذائها سواء بصوره مباشره اللي هي اكلات العشب او بصوره غير مباشره زي اكلات اللحوم. واحنا شرحنا وقلنا يعني ايه صوره مباشره وصوره غير مباشره قبل كده. صوره مباشره انك على طول بتاكل العشب، بتتغذى عليه على طول، هو قدامك فبتقوم اكله، ديت اكلات العشب. انما بصوره غير مباشره يعني انت مش بتاكل العشب بطريقه ايه؟ مباشره. يعني ايه؟ يعني لازم كائن حي ياكله وانت تاكل الكائن الحي ده، لكن انت مش بتاكل العشب، بس بتاكل الكائن الحي اللي اكل العشب، فانت كده كده بتحصل على العشب داخل الكائن الحي اللي انت اكلته بصوره غير مباشره. تاني حاجه، اختفاء احد الكائنات من نظام بيئي ما يؤثر على الكائنات التي تتغذى عليه مما يسبب خلل في النظام البيئي. زي ما احنا لسه قايلين نقص او زياده في احد الكائنات في النظام البيئي يؤثر على الكائنات الحية التي تتغذى عليه، وده طبعا بيسبب خلل في النظام البيئي. يعني مثلا انا عندي ارنب اهو اختفى، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا ان النسور كمان مش هتلاقي حاجة تاكلها، وبالتالي يا اما هتموت يا اما هتهاجر لمكان تاني. يبقى اذا هنا اختفاء احد الكائنات زي الارانب ده هيأثر على كائنات اخرى زي النسور، وطبعا دوت هيسبب خلل في النظام البيئي. خلل يعني هيخلي النظام البيئي مش متوازن. 6. التغيرات في مجموعات الكائنات الحية. كده احنا خلصنا نشاط 4 و5، ندخل بقى في نشاط 6. يعني ايه تغيرات في مجموعات الكائنات الحية؟ يعني انا عندي مجموعة من الكائنات الحية هيحدث فيها تغير. يعني ايه برضو يا ميس تغير؟ تغير يعني اختلاف، يعني هتقل، هتزيد، هتاكل مثلا أكلة معينة، أو هتشرب مثلا من مية من مكان آخر، أو هتنتقل لمكان آخر جديد. المهم ان هو يحصل تغير. زي ما انت مثلا كده بتبقى عايش مثلا لغاية 7 8 9 سنين كده في ابتدائي، بعد كده بتنقل مدرسة تانية، ده كده اسمه تغير، انك غيرت المدرسة بتاعتك أو غيرت البيئة بتاعتك. نفس النظام هنا التغير في المجموعات. طيب تعيش الكائنات الحية التي من نفس النوع في مجموعات داخل النظام البيئي. يعني ايه من نفس النوع يا مس؟ يعني كائنات حية واحدة، زي مثلا وليكن عندي الأرنب، عندي مجموعة من الأرانب، كذا أرنب، كل الأرانب ديت مكونين مجموعة. يعني ايه مجموعة؟ يعني أكتر من أرنب واحد، كتير، أرانب كتير عايشين في نفس المجموعة داخل النظام البيئي، ده اسمه ان هو من نفس النوع وعايشين في مجموعات. بقى هنا بقى هنقول انه بتعتمد مجموعات الكائنات الحية على كائنات اخرى من اجل البقاء. قصدك بمين يعني يا ميس مجموعات الكائنات الحية؟ هناخد مثلا مثال زي الارانب. فالارانب هنا مجموعة الارانب اللي هي اكتر من ارنب واحد بيعتمدوا على كائنات اخرى زي مثلا العشب. ما هي العشب ديت كائنات منتجة، علشان ايه؟ يتغذوا عليها ويبقوا على قيد الحياة، يعني يتنوا عايشين وما يموتوش. يبقى هنا بيعتمدوا على ايه؟ التغذية على العشب. التعريف بتاع مجموعات الكائنات الحية ده التعريف علينا بيقول ان هي افراد من الكائنات الحية من نفس النوع تعيش معا في منطقة معينة. زي ما احنا لسه قايلين مثال عليها مجموعة الارانب اهم من نفس النوع عايشين في منطقة
معينة. يبقى هنا أفراد من نفس النوع بتعيش في منطقة معينة، دي اسمها مجموعة من الكائنات الحية. التغيرات في مجموعات الكائنات الحية، يعني هيحدث تغير في مجموعة الكائنات الحية. احنا قلنا تغير يعني ايه؟ زيادة او نقص، ده اسمه تغير في المجموعة. يبقى هنا التغيرات في مجموعات الكائنات الحية هي زيادة او نقص عدد افراد احد انواع الكائنات الحية في منطقة معينة. يعني بدل مثلا ما يكون عندي في المجموعة 18 ارنب، لا هيبقى عندي بس مثلا 16 15 ارنب، يبقى كده حدث نقص، يعني حدث تغير. او مثلا بدل ما يبقى عندي 18 ارنب بقى عندي مثلا 21 ارنب، يبقى هنا حدث زيادة، يعني حدث تغير في عدد المجموعة بتاعت الكائنات الحية. تاني حاجة قد يؤثر نقص أو زيادة عدد أفراد نوع من الكائنات الحية في مجموعات الكائنات الحية الأخرى. زي ما احنا متفقين لو حدث نقص أو زيادة في عدد أفراد كائنات حية، ده طبعا هيأثر على الكائنات الحية اللي بتتغذى عليها لأنها معتمدة عليها. تعالوا ناخد مثال كده. أنا عندي دلوقتي ثعلب وعندي ثعلب تاني، يعني أنا عندي في البيئة أو المنطقة المعينة اللي هي موجودة ديت عندي 2 ثعلب. المفروض إن هما بيتغذوا على خروف 2، بيتغذوا كل واحد بياخد له خروف يتغذى عليه. دلوقتي انا نقصت عدد الخرفان دولت، بدل ما بقوا 2 خليتهم 1 بس. طبعا ده هيأثر على مين؟ على الثعالب. ليه؟ لانه دلوقتي هما مش هيلاقوا غذاء كافي يتغذوا عليه، وبالتالي هيحدث تنافس ما بينهم، ومش هيعرفوا ان هما يحصلوا على الطاقة بشكل ايه؟ بشكل افضل، لانه دلوقتي بقوا بيتغذوا على كمية قليلة من الغذاء. غير طبعا لما يكون عندي زيادة. يعني ايه زيادة؟ يعني عندي مثلا 3 خرفان، يبقى انا عندي هنا الثعلبين دولت هياخدوا او هيتغذوا بكمية اكبر وافضل على ايه؟ على الكائنات اللي هي الخرفان ديت، ويحصلوا على الطاقة بطريقة ايه؟ بطريقة اكبر وافضل. يبقى هنا النقص او الزيادة هيؤثر لي على مين؟ على الكائنات الحية اللي بتتغذى على الكائنات الحية اللي حدث لها النقص او الزيادة دي. ناخد بقى مثال كده. المثال هنا عندي الطيور البحرية. قال ان بتعيش الطيور البحرية في مجموعات وتبني اعشاشها على قمم المنحدرات الجبلية. ايه المنحدرات الجبلية دي؟ يعني صخور كده بس بتبقى عالية شوية. طبعا الطيور البحرية ديت معظمنا بيشوفها في اي مكان في بحر، تبقى موجودة هناك. ويعني ايه اعشاش؟ مثلا معظمنا برضو شاف انه العصافير بتبني زي عش كده او بيت ليها عامل زي الطبق كده فوق مين؟ فوق الشجرة. لكن هنا الطيور البحرية دي بتعيش على قمم منحدرات الجبال، فبالتالي بتبني الأعشاش بتاعتها فين؟ على القمم دي، مش على الشجرة زي الطيور اللي هي العادية أو العصافير. تاني حاجة، تعتبر الطيور البحرية جزءا من السلسلة الغذائية التالية. مش أنا بقول هنا طيور بحرية، يبقى السلسلة الغذائية ديت إيه؟ بحرية أو مائية. أول حاجة في السلسلة الغذائية ديت الكائنات الدقيقة المنتجة. احنا عارفين ان الكائنات الدقيقة المنتجة ديت بتبقى أول حاجة في أي سلسلة غذائية. طيب الكائنات الدقيقة المنتجة ديت عندي هنا الطحالب، والطحالب ديت هي بديل للنباتات، هي برضو بيبقى لونها أخضر وبتبقى موجودة في البحار وبتطفو على سطح مين؟ بتطفو على سطح البحر أو المياه. ليه بتطفو بقى؟ قال لي بتطفو على سطح البحر أو المياه حتى يصل إليها ضوء الشمس. ما هي كائنات منتجة، يعني بتنتج غذائها بنفسها، يعني بتعمل عملية البناء الضوئي، وعشان تعمل عملية البناء الضوئي من اسمها لازم يتواجد ضوء الشمس. عملية البناء الضوئي ما تحصلش غير في ضوء الشمس، الكلام ده احنا قلناه في المفهوم الأول. يبقى هنا عشان هي بتطفو على سطح البحر لازم يصل إليها ضوء الشمس فتعمل عملية البناء الضوئي فتبقى كائنات منتجة. أي دي هنا شكلها. قال انه بتحتاج الى المياه الباردة كموطن يساعدها على البقاء. الكائنات الدقيقة المنتجة اللي هي الطحالب ديت بتحتاج لمياه باردة علشان تاخدها كبيئة او موطن تسكن فيه، ودوت طبعا بيساعدها ان هي تبقى على قيد الحياة. تاني حاجة في السلسلة الغذائية الاسماك الصغيرة، ودي اللي بتتغذى على الكائنات الدقيقة المنتجة. يبقى انا عندي هنا الاسماك الصغيرة تتغذى على الكائنات الدقيقة المنتجة بالشكل ده، تتغذى على الطحالب يعني. تالت حاجة الطيور البحرية اللي احنا لسه متكلمين عنها في المثال، دي طبعا بتتغذى على ايه؟ بتتغذى طبعا على الاسماك الصغيرة، ودي طبعا بتغوص في اعماق البحار عادي، بتنزل في المية علشان تصطاد مين؟ الاسماك. يبقى هنا هي بتتغذى على الاسماك الصغيرة. بيقول لي هنا بقى تأثير تغير المناخ على مجموعات الطيور البحرية. عندما يتغير المناخ وتصبح المياه دافئة مش باردة يحدث ما يلي. احنا قلنا انه الكائنات الدقيقة المنتجة بتحب ان هي تعيش في الموطن بتاعها اللي هي المياه الباردة، وده بيساعدها ان هي تبقى على قيد الحياة.
طيب لو تغيرت بقى المناخ وحدث ان المية بقت دافئة بدل ما تكون باردة، ده هيأثر على الطيور البحرية؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجة هجرة الكائنات الدقيقة المنتجة. تنتقل الكائنات الدقيقة المنتجة الى بيئة اخرى تكون فيها المياه باردة، اللي احنا قلنا عليها اللي هي الطحالب. طب يا ميس انا مش فاهم دلوقتي يعني ايه الفرق ما بين المية الباردة والمية الساخنة او الدافئة؟ قولي يا ميس يعني خلاص يعني فرقت مية باردة من مية دافئة؟ ايه المشكلة يعني لو الكائنات الدقيقة عاشت في المية الدافئة؟ هقولك لا، دي مشكلة، لانه المية الباردة بيبقى فيها كمية اكسجين اكبر، وبالتالي الكائنات الدقيقة تعرف تعيش فيها كويس. وغير كل دوت المياه الباردة بتحمي الكائنات الدقيقة اللي هي الطحالب ديت من الكائنات الضارة. يعني الكائنات الضارة ما تقدرش تعيش في مياه باردة، لكن تقدر تعيش في المياه الساخنة او الدافئة شوية. اما الكائنات الدقيقة تقدر ان هي تعيش في المياه الباردة عادي، انما في المياه الساخنة او الدافئة مش هيبقى فيها اكسجين كافي ليها، وبالتالي هيبقى فيه كائنات ضارة كتير حواليها، وطبعا دوت هيقلل من ان هي طبعا تبقى على قيد الحياة لفترة طويلة. يبقى ده الفرق ما بين المياه الباردة والمياه الدافئة. لما تحدث هجرة الكائنات الدقيقة المنتجة هتقولي خلاص يا ميس يبقى اكيد الكائنات الحية الاخرى اللي موجودة في السلسلة الغذائية هتتأثر، فهيحدث كمان هجرة الاسماك، لان الاسماك هنا مش هتلاقي حاجة تاكلها، الطعام بتاعها اللي هي الكائنات الدقيقة المنتجة مش هتبقى موجودة، وبالتالي الاسماك مش هتبقى موجودة او هتهاجر من مكان لمكان اخر. طيب يبقى هنا لو مفيش كائنات دقيقة منتجة مش هيبقى فيه اسماك. تالت حاجة هتبقى طبعا هجرة الطيور البحرية، ما لو مفيش اسماك يبقى مفيش طيور بحرية، لان الطيور البحرية هي اللي بتتغذى على مين؟ على الاسماك الصغيرة. يبقى هنا لن تجد الطيور البحرية طعامها فينتقل بعضها الى موطن جديد والباقي سيموت. في اللي هيهاجر منها، وفي طبعا اللي مش هيلاقي الغذاء بتاعه في البيئة اللي هي مفيهاش اسماك صغيرة فهيتن فيها ويموت مع الوقت. يبقى هنا لو مفيش اسماك صغيرة مش هيبقى فيه طيور بحرية. سؤال بقى هنا بيقولي كيف يمكن ان تؤثر التغيرات المناخية في مجموعات احد انواع الكائنات الحية؟ خلي بالك احنا هنا بنتكلم في مناخ، والمناخ يعني درجة الحرارة. اذا كانت الظروف المناخية مناسبة ستظل مجموعات الكائنات الحية في موطنها الأصلي وتنمو وتتكاثر وتزيد في العدد عادي، مفيش مشكلة. يبقى لو كانت مناسبة المجموعات الكائنات الحية مش هتتأثر وهتتن في الموطن بتاعها عادي. طب لو كانت بقى الظروف المناخية غير مناسبة هينخفض عدد أفراد الكائنات الحية وقد تضطر إلى الانتقال إلى موطن جديد. زي ما احنا لسه أخدين لو مفيش كائنات دقيقة منتجة مش هيبقى فيه أسماك صغيرة، ولو مفيش أسماك صغيرة مش هيبقى فيه طيور بحرية، وبالتالي كل ما عدد الكائنات اللي موجود في السلسلة الغذائية الأولى يقل أو ينخفض في العدد، كل ما الكائنات اللي بتتغذى عليه أو المعتمدة عليه هي كمان تنخفض في العدد وتضطر ان هي تهاجر او تنتقل الى موطن جديد او بيئة جديدة. لماذا يؤثر تغير مجموعات نوع ما من الكائنات الحية على مجموعات الانواع الاخرى؟ ليه هنا لما مثلا ما يبقاش في كائنات دقيقة منتجة ليه الاسماك الصغيرة بتتأثر، ولما ما يبقاش في اسماك صغيرة ليه الطيور البحرية بتتأثر؟ انا عايزة اعرف بقى ليه. لان انواع الكائنات الحية بتعتمد على الانواع الاخرى من اجل البقاء، لذلك فإن زيادة أو نقص عدد أفراد نوع من الكائنات الحية سيؤثر في مجموعات الكائنات الحية الأخرى كلها. زي ما احنا عارفين إنه الكائنات الحية معتمدة على بعضها البعض في الغذاء، فلو حصل زيادة أو نقص طبعا كل الكائنات الحية الموجودة في السلسلة الغذائية هتتأثر بده، وبرضو يا إما هتهاجر يا إما هتموت لو حدث نقص في الكائنات الحية. كده يا حلوين نكون خلصنا الدرس التاني في المفهوم التاني الحمد لله. انتظروا الفيديو القادم إن شاء الله.